السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعيش معكم لحظة تاريخية جديدة في سجل كرة القدم المغربية، لحظة طالما انتظرها الجمهور العاشق، وهي تتويج المنتخب الوطني المغربي المحلي بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان 2025. هذا التتويج ليس مجرد كأس، بل هو تأكيد أن كرة القدم المغربية تعيش نهضة تاريخية، وأن المغرب أصبح قوة حقيقية في القارة الإفريقية، وأصبح سيد القارة الإفريقية من المنتخب الأول وصولا إلى المحليين. منذ انطلاقة البطولة ظهر واضحا أن المغرب جاء من أجل شيء واحد فقط: التتويج بالذهب. اللاعبون أبانوا عن شخصية قوية وانضباط تكتيكي عال وروح قتالية جعلت الخصوم يهابونهم في كل مباراة. في دور المجموعات سيطر المنتخب المغربي على أجواء المباريات، هجوم شرس وفعال وسط ميدان منظم يتحكم في إيقاع اللعب، دفاع صلب يقطع كل المحاولات، وكانت الجماهير المغربية حاضرة بقوة في المدرجات تصنع أجواء استثنائية وتشعل الحماس في قلوب اللاعبين. ومع وصولنا إلى الأدوار الإقصائية بدأ الامتحان الحقيقي. في نصف النهائي خاض المنتخب مباراة صعبة أمام خصم قوي، لكن الإرادة وروح الانتصار قادت الأسود للفوز والتأهل للنهائي. وفي المباراة النهائية لحظة الحقيقة، حيث قدم اللاعبون عرضاً رائعاً جمع بين القوة والمهارة وبين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية كان الانفجار الكبير. المغرب يحقق لقب الشان 2025. الأفراح انطلقت في الملاعب، في الشوارع، وفي كل بيت مغربي. اللاعبون رفعوا الكأس عالياً، والجماهير رددت بصوت واحد: مبروك للمغرب، مبروك للأبطال. تحية خاصة للمدرب، الطاقم التقني، واللاعبين الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب، وللجماهير التي لم تبخل يوما بالدعم والمساندة.